نفرمه، هنرميه بصل متقطع برنواز، نديله لفه حلوه كده مع اللحمه عشان يطرى ويتكرمل، وبعد كده نحط عليه الخليط اللي ضربناه في الخلاط. وطبعا الخليط ده فيه التوم وفيه كل حاجه. بعد كده نحط قرفه، ورق لوري، ملح وفلفل، ولو عندك فص حبهان ممكن تحطيها اختي. اخر حاجه هي مرقه اللحمه، حابه تحطيها حطيها، عندك بهارات لحمه حطيها اختي. بعد كده تغطي وتسيبيها لمده 10 دقائق تعيش حياتها مع نفسها، وهتاخدي اجمل شوربه لحمه. الصوص اللي نازل منها ده ممكن يتحط على شويه رز بالشعريه، خيال عالي. مش بس كده، ممكن في بدايه الغليان تحطي معاها لسان عصفور، هتبقى موضوع. جربيها يا اختي باي نوع مكرونه. طب وربنا واقسم بالله جامده. لا انا مش ممكن. لا انا بايت في الطبق ده. موضوع مستنيه يا اختي. يلا اجري اعملي الوصفه، بس اهم حاجه تصلي على النبي في الكومنتات وتدوسي لايك. انجو عليك يا اختي، ما تدوسي لايك يا اختي.